إخواني أخواتي السلام عليكم. من قلب الحدث بعد إعلان الحكم على نهاية المقابلة، فوز ينضاف لسريع واتزم بعد غيبة طويلة على الانتصارات. اليوم سريع واتزم يحقق الانتصار الثاني، فاليوم سريع واتزم كيضيف الرصيد ديالو 3 النقاط اللي غتفرح الجمهور، وبالتالي سيمضي قدما نحو الطريق الصحيح في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية. إذن وكما تلاحظون فرحة الجمهور بهذا الانتصار، جمهور اللي افتقد الانتصارات، افتقد الأهداف. انتصار اللي كيجي اليوم ليس بوليد الصدفة، بل جاء عن جهد جهيد للاعبين من بعد ما قاصوا وتمحنوا أكثر من بزاف. وكما تلاحظون جمهور نادي سريع واتزم إذن وكما تلاحظون فرحة الجمهور الواتزمي بهذا الانتصار، انتصار اللي كان مستحق كما كنا نستحق، أو بالأحرى كنا ننتظر بفارغ الصبر هذا الانتصار. برافو اللاعبين اللي تقاتلوا. فصراحة وكما تلاحظون الأجواء بعد نهاية المقابلة، اللاعبين اللي تقاتلوا وجابوا 3 بوان من بعد ما كنا كنعانيو من سلسلة ديال التعادلات. فاليوم الفريق يحقق الانتصار، وبالتالي كيفرح الجمهور، او ميم طون غادي ترجع الثقة في النفس للجمهور وكذلك اللاعبين. فمزيد من الانتصارات، مزيد من النتائج الإيجابية. وهذا ما نريد. فاحنا إلا هضرنا على فرقتنا، إلا انتقدنا فرقتنا. فاليوم اللاعبين كانوا رجال، فكما قلت في فيديوهات سابقة فدرتيها زوينة سنصفق لك، كحلتيها غادي ننتقدوك طبعا، ما غاديش نعايروك، ما نخسروش الهضرة، ولكن غادي نشجعوك وغادي نموتيفيوك، وهذا الشيء اللي كان. فاليوم سريع واتزم يحقق انتصار الذي طال انتظاره، انتصار اللي غبر علينا اكثر من القياس. فالان اليوم لعبنا الدور 13، يلا عندنا انتصار ثاني، وبالتالي سنصعد سلم الترتيب. وباش نزيدوا نثيقوا في روسنا خاصنا ضروري نزيدوا الخدمه ومزيدا من العمل الى ان يتحقق المراد. فإلى هنا إخواني أخواتي، دمتم في حفظ الله ورعايته. عفوا، شكرا لكم على المتابعة. نمشيو نشوفوا كلمة المدرب خالد فهامي مدرب نادي سريع واتزم، غنحط لكم فيديو آخر.